السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. وين ما بكيتوا وين ما انتوا. اليوم بدنا نسوي لكم هالموضوع صغير عن الدجاج. اتشل قاعد بعيط، اتشل بجض على التلفزيونات عن غلا الدجاج، الدجاج غلي والدجاج غلي. اي شو خصنا في الدجاج؟ هيني انا ان شاء الله يصير ب100 شيكل، شو خصنا؟ ما تربوا دجاج في دوركم. الامانة بالله عليكم. ايه شو الفرق بين هي الدجاج البلدي وهي الدجاج العتكي؟ شو الفرق بين ام جون وام العبد؟ شايفين ما شاء الله مش قادر اسقطها، شايفين مش قادر اسقطها. هذه ولتهاجم هذه كل امراض السرطانات منها، وهي مش قادره تتحرك. يعني هالكيت يا جماعتنا يا حبايبنا، لا خير في امه اكلت مما لا تزرع ولبست مما لا تصنع. فهالكيت هي الفول وهي احنا لابسين وهي القمح مزروع، ولا ليش نستنى امريكا تجيب لنا كيس طحين مثلا؟ ما ندير بالنا على حالنا، ما نعوزش حدا. من يوم ما راح الخم الدجاج من الدار تحكم فينا العدو والمختار. فهالكيت يا جماعتنا بدنا احنا نرجع على طبيعتنا. عالدجاج اطلعوا منونسه، اطلعوا شوف ام العبد شايفه، شايفين ما شاء الله. بالله عليكم هذه منظر وهذه منظر. الله يعطيكم العافيه. ايوب سرور، قريه نعلين، غرب رام الله، من عند دجاجاتنا. سلام عليكم.